السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض الطعميه، عجينه الطعميه، وهي بسيطه جدا وسهله ومش بتاخد مننا وقت. ايه ادوات اللي هنشتغل بيها بالنسبه للطعميه؟ انا جبت نص كيلو فول مدشوش، اللي هو الفول المدشوش عادي، ونقعته مثلا اقعه من بالليل لحد الصبح، او مثلا من الصبحيه تنقعيه لحد اخر النهار. ماشي كده، يعتبر ايه، يوم تنقعيه وتشطفيه كويس جدا وتصفي الميه بتاعته. ماشي. بصلايه، كزبره وكرات، واللي هو الايه، التوم. يبقى كل مقاديرنا ايه؟ هو الفول المدشوش، راس توم، بصلايه متوسطه، حبه الكزبره، وحبه الايه اللي هو الكرات. دي مقادير بس الطعميه. الطعميه البيت الجميل ام ريحه حلوه جدا وطعمها بيبقى خطير، احلى من محلات 100 مره. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل حبه بحبه في الايه، في الكبه. ماشي. وفي ناس بتعملها في الخلاط، بس بتحطي ايه، بتبقى تحطي مثلا لو هتعملها في الخلاط بتحطي حبه بحبه صغيرين عشان ما يبص الخلاط منك. يعني بتحطي حبه الفول معاهم حبه الخضره وحبه ميه، كل شويه تحطي مثلا معلقتين ثلاثه ميه وتضربيهم، وبعد كده تزودي تاني اللي هي اللي هو البتاع ده اللي هو الفول المدشوش، وتحطي برده معاه حبه خضره ومعلقتين ميه بالمعلقه لحد ما تكون خليط عندك. ده بالنسبه للخلاط. اما بالنسبه بقى للعجان فانا هعمله في الايه، في الكبه بتاعت الايه اللي هو العجان. هنحط حبه بحبه وخلينا مع بعضنا. دلوقتي انا هشغل الايه، العجان. هحط الاول فيه حبه الفول اهمت، برضه هنشغله حبه بحبه، مش هنحط بسرعه. ونحط معاهم ايه، الخضره دي كلها. طبعا جايبه خضره كتير، فانت ما تحطيش برضو ولا ايه، هي حزمه واحده بس بالنسبه للكرات. وعليهم برضو اهم شيء فيها ايه، كزبره. فاحنا هنحط حبه كزبره، قيمه حزمه صغيره كزبره اهي. ماشي. وهنحط معاها برضو قيمه حزمه ايه، اللي هو الكرات. هنخرطهم ونحطهم ونخلطهم على اللي هو الفول المدشوش، او هنقطعهم اي تقطيع. يعني ايه، مش لازم ايه، نخرطهم. الطعميه يا حبايبي اهي، بعد ما عملناها بسم الله ما شاء الله عليها اهي. اهي، شوف الكميه بتاعت الطعميه قد ايه، من النص كيلو. بسم الله ما شاء الله، عمل معانا كميه كبيره جدا اهي. ادي كميه الطعميه. شوف احنا بنجيب بس الايه، كيس الطعميه الصغير بقى بيدونا ب5 جنيه. دي نص كيلو فول بس اهوت ب 12 جنيه ولا 13 جنيه، قول ب 15 جنيه. شوف عملنا طعميه قد ايه، بتوفر لك وطعمها رائع، احلى من اي طعميه بره. انت بقى عليكي بعد ما تتعمل، ماشي، تطبق تضربيها لحد ما تلاقي العجينه بقت حلوه، ايه، مفيش الفول مش باين في العجينه. بعد كده بقى بتجيبيها وتحطها في اكياس، تحطها في الفريزر ان شاء الله ايه، للسحور بتاع رمضان، مع شويه الفول. ان شاء الله هندمس برضو مره تانية ان شاء الله رب العالمين الفول بطريقتنا، وهتشوفيه. تطلعي كيس تحط عليه ايه، حبه كزبره، حبه سمسم، حبه كزبره ناشفه، حبه سمسم، وتحطي شعره الملح اللي انت عايزاها، واقلي الطعميه وشوفي طعمها ايه. دي بتفرق كتير جدا عن الطعميه اللي احنا بنجيبها من بره المقليه بقى في زيت مش عارفه ايه، مقدوح عليه 20,000 مره. لا، انت بتقليه في بيتك وبنظافه، وانت عارفه ايه المكونات اللي انت حطاها. ان شاء الله تجربوا الطعميه وتقولوا لنا ايه رايكم فيها. وان شاء الله يا حبايبي تعملوها على طول، ما تبطلوش تعملوها. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوناش من اللايك والشير، وما تنسوناش من دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله. الطعميه هي يا حبايبي بعد ما حطيناها في اكياس، بسم الله ما شاء الله عليها، بخضرها الجميل، بالخضره بتاعتها، بتتبيلتها. طبعا احنا ما حطيناش عليها حاجه غير الملح بس، الملح بس اللي حطيناه عليها. بس بص لونها، وبص هي كلها ما اتكلفتش الا 12 جنيه. متهيألي الكيلو ب20 جنيه الفول المدشوش، او ب15، 7.5 بجنيه كزبره، وحزمه اللي هو الكرات، بصلايه وفصين توم. بص عملت لنا قد ايه. الكيس ده بنجيبه من عند بتاع الفول والطعميه مش اقل من 5 جنيه. شوفي طلعنا 6 اكياس من النص كيلو بس فول مدشوش. بص عمل معانا قد ايه، الخمسه في 6 ب 30 جنيه. يعني انت بتوفري بسم الله ما شاء الله، وبتعملي حاجه نظيفه لاولادك وليكي. فجربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها. ماشي يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله.